كتبدا القصة ديالنا مع الجزء الثاني ديال راس الطاسة، وهو واقف في واحد الكراج داير الهيركات ديالو كيف العادة، وكيوجد راسو وكيستيكي في الحالة باش يخرج لمهمة جديدة. تا هو مفات عليه واحد الببوشة من هادوك ديال الليل، قالت لي عافاك القريع ديالي واش تقدر تعاونني؟ راه طرطقت لي الرويدة ديال الطوموبيل ديالي وما عرفت ما ندير، بحال الشرجم وقال ليها بكل لبقة جو سوي ديزولي راني مزروب وعندي واحد الرونديفو. ما حس براسو حتى جبات عليه الكابوس وحطاتو له في الطماصة ديالو، وقالت ليه شوف القريع ديالي واش بغيتي تعطل ولا تموت؟ غير نزل من الهيركات ديالو بانوا واحد الربعة ديال العناطز، ويا ولد عمي عنطيز ينستيك في عنطيز، ركبوا ليه في الحديده ديالو بغاو يديماري واسعه ما بغاش ديماري لهم، هو يقول لهم واش يحسب لك هذيك بحال السونطره ولا عند باك العنطيز راه كديماري غير بالكودبين. قالوا لي عطينا الكود ما بغاش وهما ينزلوا ليه شي بكراطه وشي بزرواطه، وما بغاش يخسر الاناقه حط لافيست وتبودر عليهم، وهي ترونه معلم وراه طاسه كيف العاده ضربه فيا وضربه فيك وخو جوج اللي عزيز عليك حتى نضاهم كاملين. اما الببوشه اللي معاهم شافت القضيه سخنات وهي تعلق، ما كاين غير طرباق طربلاق، بقى كيشوف غير الطرونطويط ديال الفركاحه حدا رجليها، رجع ليها الركاد ديالو لبس الليكس ودخل الكود بين ديال الحديده وتحرك من تماك، حتى كنشوفوه واقف قدام واحد المدرسه صونات الساعه وتمو خارج البراهج، جري عليا نجري عليك، تركب معاه واحد بروس سميتو جاك. طلعت المهمه ديال راس الطاسه هي يكون شيفور واحد اليومين لهذا البروش. من ما جا الشيفور ديالو اللي شاد الكونجي، البروش غير كان معقر بدا كيدير لي بيتات بحال كاع البراش، ويقول لي راس الطاسه وثبت معايا عشيري وسلم عليا نسلم عليك واحترم طوموبيلتي نحترمك. صافي هي هذيك تحركوا بقى شاد السن مع البروش حتى وصلوا للدار، تما لقاو موبا اللي مطلقين واقفين كيضربوا كيف ديما، وقف بعيد ومبغاش ينزل الدري وعطاه واحد الحجايه حله باش يلاهي حتى يساليهم اللهبه اللي قدام الناس دايرين. شويه جات امو اودري شكرات راس الطاسه على هاد اللوجيست اللي دار على قبل جاك، وقالت لي كنت كنتمنى تبقى معانا ولكن الشيفور ديال جاك راه جا من العطله. جاوب راس الطاسه باللي هادي ماشي طبيعه خدمته، عاودت ليه بلي طليق هاجي في ديماك داير ليهم المشاكل وخايفه على جاك، وقالت ليه ما عرفتش علاش كنعاود لك هاد الشيء هذا. قال ليها هانيه وانا موجود الا احتاجيتو شي حاجه، وفي الاخر طلبت منه غدا يجي يدي جاك عند طبيب قبل ما يسالي المهمه ديالو. راس الطاسه وافق ولكن ما كانش عارف بلي كاين جهاز ديال التجسس فاش جرى كيسجل كاع داكشي يهضر ما بينه وبين اودري. غير خرج القرع من الفيلا بان الطوموبيل ديال العصابه اللي كيدسوا عليهم بيه في عيطوا الشاف ديالهم وقالوا ليه بلي الموعد غدا مع السعود. غير هو التغيير اللي كاين البروش غادي يكون معاه واحد القرع بوجنديخه وماشي يمو. من بعد كنعرفوا بلي الزعيم ديال العصابه ديالهم وحطوا كان فيه 2 متر الارم وسميتو جياني. جاو عنده الاتباع ديالو جايب ليه 2 باليزات، وحده فيها الفيروس والثانيه فيها الترياق ديالو. عطى الفيروس هو حط الطوكر كسر منه وقال يقضي ليا الغرض، ودا الترياق ضربه في واحد الكفرفور وسد عليه. هي هذيك اللي غبت ليه في الصباح الرجال ديال جياني اللي هما الطوكر والنفاخه ديال درهم، وهاد المسدوته هادي سبقوا راس اتصل للكلينيك وقتلوا الطبيب والممرضه ديالو ولبسوا حوايجهم. يلا وصل عندهم جاكو راس الطاسه استقبلتهم المسلوته وقالت لهم شنو عندكم؟ راس الطاسه قال لها البروش عنده حصه مع الدكتور كوبلون. قالت ليه راه في اجازه مرضيه حيتاش مرض بالرواح ولكن راه غادي يفحصوا الدكتور تايبريك اللي جا في بلاصتو اليوم. هو يسولها جاك فين هي الممرضه اللي ديما كتكون هنا؟ قالت ليه راه في كونجي وانا اللي كنوب عليها دابا. راس الطاسه كيف العاده خدم الغريزه ديالو وجا هادشي هذا بشي شكل. اواه طبيب مرض بالرواح ممرضه شاده كونجي، ملي هكا ما لقاوش من غير هاد المسلوته هادي اللي استقبل راس الطاسه. القرع وصل البروش عند الطوكل اللي داير راسو طبيب. راس الطاسه بغا يدخل معاه وهو يحبس الطوكل، قال لي هاد الغرفه مخصصه غير للمرضى ماشي للمرافقين ديالهم، سير تكون فيه كون حتى نسالو الحصه ديالنا ونعيطوا لك. شويه جاه اتصال مع المحقق ساركوني ولاو صحاب من بعد المهمه الناجحه ديال الكونتونير. ساركوني جا عند راس الطاسه سياحه من فرنسا لميريكان، قال لي القرع سبقني للدار نسالي واحد البريكول ولحق عليك، وهو كيهضر معاه حتى كيبان لي ان الطاقه ديال درهم خارج من واحد الكوان، ولابس الطابليه ديال الممرضه بيه فيه كتجي عينو على الدم اللي خارج من بيت الراحه. تما عرف بلي شي حاجه ماشي هي هذيك، قطع لابي على شي بالراس ومشى كيجري عند تراك. دخل لقاهم كيحقنوه بالفيروس، قال لهم من الاحسن نتسناو حتى يكون الدكتور كوبلن. قالوا لي لا خاصو ياخذ هاد الحقنه دابا. راس الطاسه ما عطلوش هو شير على البايظ حتى جا في الطوكل وطاحت فيه الحقنه من يديه، تمشي عنده النفخه ديال درهم هو جاز واحد حيدر شقها ليه في كتفه وفتح واحد الثقبه ديال التهويه خرج منها جاك. ما عاود هجم عليه النفخه والطوكل، وكيف العاده ديال القرع ضربه فيا وضربه فيك وخرج اللي عزيز عليك حتى شير عليه الطوكل بهيكل عظمي، وعاود نقز عليه النفخه ديال درهم وهرس به الحي حتى دخلوا لغرفه وحده اخرى. شدوا هو الطوكل لقاو دخل لي انت من تم وندخل لي انا من هنا، حتى هز واحد الموس طردق بين النفاخه وضرب الطوكل حتى تكركب لبرا بحال الكره، ولقى المسلوته واقفه عليه بالكابوسات كتيري فيه. هز باش يطاكي بيه على القرطاس وبقى غادي كيسحس بالشويه حتى وصل للغرفه اللي فيها البروش. غير دخل لها لقى واحد القرعه ديال الاكسجين هزها وحطها فوق واحد الطبله، وسير غلبو ولا طاحت عليها وشعلت قرعه ديال الاكسجين بالعافيه وهو انفجر الزمر كامل. ما كاين غير ارا برا معلم. راس الطاسه هز البرهوش وما كاين غير عيط جبد. المثلثه ما وقع لها والو نضت ودارت علينا
وصفات لداك النفاخة اللي غير زايد معاها، وتبعت ليا القرع ما كاين غير البورطاج كيمشي يا معلم. القرع راه وركب في واحد لاسانسور وهبط للاكاب عند الهركات ديالو، والمسلوطة عيطت على واحد خونا من العصابة كان في لاكاب، قالت ليه راه الخطة فشلات، غير دير لي القنبلة في الطوموبيل. هو ما عطلهاش بيه فين ركب القنبلة في الهركات، مع وصل للقرع ركب في الطوموبيل ودخل الكودبين وتا معيط جبد. شوية هو يصوني لي جياني زعيم العصابة، قال لي راه خصها شكون معايا، قال لي ماشي مهم تعرف شكون معاك، المهم هو تنفذ داكشي اللي غادي نقول لك، ولا غادي نفرقع القنبله المركبه تحت الهركه. شويه وهي توصل المسلوته في واحد الطوموبيل ديال البوليس، سرقتها من بعد ما قتلاتهم. ولا قال لي زعيم العصابه غتخلي المسلوته تطلع معاك وتنفذ اي حاجه غادي تقولها لك، ولا راه اللي في راس الجمل في راس الجماله. فتح ليها الباب طلعت معاه وحط ليه الكابوس في المنطقه اللي راكم عارفين، وقالت لي الا بغيت تولد وليداتك بلا ما ديرها ولاها يلا ديما ريال الفيراري. وهي تبان اودري خارجه من الدار شافت المسلوته مع راس طاسه، جبد عليه السلاح ما فهمت والو. فرانك شاف اودري مخلوعه، هو يهز ليها راسو باللي ما تخافيش وتحرك كيف قالت ليه المسلوته. البوليس كانوا تابعينهم وهما هربانين، الطوموبيلات كيتناطحوا وهو كيخايف في الدروب بحال شي دجاجه داو ليها البيض ديالها. ولكن القرع شي فرصه صحيحه ابن عمي، بقات عليه مثل تدور على اليمين تدور على اليسار، ولكن منين ما مشى كيلقى البوليس قدامه. قال له الا تبعناك غادي نضربو شي دوكو في بيت باق الدور. طلع له واحد الكراج عالي والبوليس حاصرو، هو ينقز بالهركات من سطح عماره لسطح عماره اخرى. تما لقى قدامه هليكوبتر ديال البوليس، المسلسه ضربات عليه القرطاس وفرقعتها. جيف كان كيتهم راس طاسه باللي هو المسؤول حيت كيغير منه على اودري، ولكن اودري دافعت عليه وقالت بلي راه راجل مزيان. وحتى المحقق اكد بلي راه كان ضابط واعر في الجيش. وصل راس طاسه البلاصه اللي قالت لي عليها المسلوته، جياني خدا من عنده جاك وقال لي انت ما عندنا معاك والو، غير تغيرها من هنا. وراس طاسه سولو شنو بغيتو من البرهوش، عيط جياني نجيف وقال لي دير مكبر الصوت باش بلا ما تعاود التعليمات لهذوك اللي معاك، وطلب منه من هنا ساعتين يجمع لي 5 مليون دولار ويديرها في باليزه مضاده للماء. جاني هدو باللي الا ما وصلتوش الفلوس مورا ساعتين كل 10 دقائق يصيفط ليهم طرف من لحم ولده. قطع عليهم جياني التليفون، هو يقول له قرا علاش مازال كدير هنا اخاف ضرب يطبقوا، يلا تحرك عليا من هنا. يلاه بغى يركب في الطوموبيل وهي تبان ليه القنبله في الانعكاس ديال الماء، ما بغاش يمشي بحاله وجبد عليه الكابوس وتيرا ليه عند رجليه. ما لقى ما يدير بغى يركب الطوموبيل ويغيرها من تم. يلاه تحرك من تماك. المسلوطه خدمت ليه على التنازل ديال القنبله، هو كان عارف بلي غادي تفرقع في اقرب وقت ممكن. داكشي علاش عطى الطوموبيل اللي في قلبها، وهي تبان ليه واحد الرفيعه ضرب الطوموبيل مع الصاروخ طارت به في السماء وجابها لاصقه مع الرفيعه، وهي تحيد القنبله وتفرقعات. جاب الهركات ديالو للارض بخير وعلى خير. عيط لجيف باش يشرح ليه البلان، ساعه جيف راسو قاصح، بدا كيعاير ويسب فيه ويسحب ليه بلي راه طاسه داير يد مع العصابه. فرانك طلب يهضر مع شي حد بعقله، خدا المحقق التليفون وقال ليه راه طاسه بلي العصابه هربوا ثلاثه ديال البطوات كبار وقصدوا الشمال، ولكن هما بغاو يشدوا راس طاسه حيت بالنسبه لهم هو راس الخيط باش يوصلوا للعصابه. قطع عليهم لابيل والبوليس حد الموقع ديالو ولحقوا عليه لتمام. ساعه لقاو القرع مدور عليهم، علق التليفون في واحد الرويده باش يدوخهم وصلت من تمام. عيط القرع لتاركوني وقال ليه خرج من الدار دابا. وتاركوني مسكين يلاه حل الباب لقى البوليس محاصرينه ومخرجين فيه عينيهم. جيفو اودري كيوجدوا الفلوس، عيط القرع لاودري وقال ليه هادي بحال هكا تهضري مع شي واحد اخر باش ما يعيقوش بيك. قال ليه راني وعد جيف غنبقى نحميه وغادي نوفي بكلمتي. البوليس بقاو كيحققوا مع تاركوني حيت مخبي عليهم بلي راه محقق. هو بدا كيبرد عليهم الجو وقال لهم انا غير شي باني وجاي سياحه وهاد الروينه ديالكم بزاف عليا. ملي ضغطوا عليه وقالوا شنو علاقتك براس الطاسه وعلاش اختفصوا البرهوش، تاركوني ما لقى ما يدير من غير يقول لهم راه محقق وجا عند قراع من فرنسا الامريكان باش يدوز العطله ديالو لا غير. هنا فرانك رجع للكلينيك اللي كان فيها جاك، سلات من البوليس بحال الصابونه د المنجل، ولقى الشوكه اللي كانوا بغاو يدقوها لبرهوش. ساعه البوليس بداو كيشيروا عليهم القراط حتى هرسوها ليه. لما قرعت فرقعت ليه المره بقوه الفقصه ونضهم كاملين، وخدا الشوكه خاويه وقرعه ديال السيروم وقص الكاميرات المراقبه، خدا الصوره ديال الطوكل وخرج يقلب على الدواء. يجي وصل للحديقه وحط بالي زاد الفلوس والبوليس عسن عليها بحال المشاش. فاركوني كان في الكوميساريه ناشط وكيطيب البوليس اللي كانوا كيحقوا معاه. صونا ليه راس طاسه وسولو شنو كيخربقوا عليا هادو. قال لي فرانك شد شي بيسي حداه تما، صيفط ليه القرعه الصوره ديال هذاك اللي كان داير فيها طبيب. ومن بعد البحث لقاو سميتو ديمتري عانى فيروس تروسي وطاح من شجره. عطاه تاركوني العنوان ديال الطوكل، مشى عنده راس طاسه للدار اللي كيجمع قفاوته وباغي يقطع الاوراق. ديمتري بدا كيسير بالخطط على راس طاسه حتى هو الكابوس وهرب من السلم ديال الطوارئ. تبعوه نقز واحد الصور نقز موراه وديمتري نقز في واحد الطوبيس. راس طاسه تبعو في البحر بواحد جيت سكي وما كان غير عفطه معلم. تبانت ليه واحد طلعه نقز منها طرف السما حتى جا ورا الطوبيس. دخل الطوبيس تبعو تبتو وقال ليه شنو الماده اللي كانت في الشوكه. مليون بغا يقر ليه فراس تصدق ليه واحد شوكه عامر بالماء والزغاريت
وقال لي: "هاد الحقنة هي اللي كنتِ باغي تدقّها للبروج، يلاه شد لمك." ديمتري تخلع ما بقى عارف راسو من رجليه وبدا كيجري باغي يعتق راسو، وراس طاسا تبعو باغي يعرفوا شنو غادي يدير، وفي هاد اللحظة نيت جيف والبوليس لقاو بلي الفلوس بقاو تما ما قاسهم حتى واحد. العصابة ما غارضاوش بالفلوس، عليها صيفطوا لأودري وجيف الموقع اللي فيه ولدهم، فيه تحركوا لتماك لقاو واحد الفارغونيط والبوليس خافوا لا تكون فيها شي قنبلة، وهما صيفطوا واحد الربو باش يحل ديك الفارغونيط، ساعة الربو مهلوك كتار مني، غير وصل للباب ديال الفارغو سكت ليهم تماك، وأودري ما صبراتش مشات كتجري حلات باب الفارغو ولقات ولدها جاك وبقات كتعنق وتبوس فيه، والحصل الله يسمح لينا من الوالدين. فرانكو وديمتري وصلوا لواحد المستودع قديم، راه اتصل لقى تما الفضائح والمصائب الكحلة، الناس كيجربوا فيهم الفيروسات بحال فئران التجارب، خرج ليه واحد العنطيز يدير منك 12 بدا كيسلخ لك في القرع حتى طيرو من شرهم، نزل تبعو باش يكمل عليه ولكن هيهات، راه راس الطاسة هذا ماشي ضلعون، راه الطاسة بانوا ليه واحد الحبات ديال جوزين خشى فيهم من يديه وكيف العادة اش كتعرف على راس الطاسة، ضربة فيا وضربة فيك وخرج اللي عزيز عليك. فرانك حاول معاه ساعة خونا داير بحال الحيط ما كيحش، في الآخر راسطا استعمل عقلو ودخل لواحد الباطو كبير، القرع جرو وخرجوا من شرهم وخلاه واحد تما حتى تقلب بيه الباطو. ديمتري دخل عند الدكتور وطلب منه الترياق، الدكتور قال ليه باقي ليه 4 سويعات يأثر عليه الفيروس. ديمتري ناض ضربو ولقى بلي كاين غير 2 قراعي ديال الترياق، اتصل ليه صاحبو وقال له دابا وحده ليا وحده ليك، يلاه بغا يدق الشوكه دخل عليه القرع وقفو. ديمتري كيغوت خليني ناخذ الدواء، فرانك ضحك وقال ليه راه غير السيروم هذاك يا راس طارو، بغيتي غير توصلني لهاد البلاصه هادي. ديمتري هز عليه السلاح باش يتيري فيه، ساعة القرع شد ليه السلاح ضربو به العنق طيحو، والطبيب تخلع وقال الترياق راه كافي لينا بجوج، راه حتى سولو شنو هاد الزمر هذا اللي صايبتو. الطبيب خدا القراعي بجوج ديال الترياق وبغا يهرب وكيف العاده ديال القرعه ما عطلوش وشير عليه بموس رجلو، وقال لي دابا قول لي شنو واقع. الطبيب قال لي هذا فيروس كيقتل المناعه واي واحد تنفس قدام البروج غادي يتعدى ويموت، والاختطاف ديال البروج كان غير تمثيليه باش نحكموه بالفيروس، وعاد يباه يجي حيت عنده اجتماع مع وزراء ديال 6 دول امريكيه لاتينيه على مكافحات الممنوعات في العالم، ولا كنعرفوا باللي يجي هو وزير مكافحات البيضاء واخواتها. هذا علاش العصابه قصدوا ودو داروا هاد الروينه كامله. راس الطاسه قال له عطيني الترياق، الطبيب رماه من شرجم وقال ليه الا كنتي قرعه بوجندي خنيس داير تبعوه وخذوه. فرانك نقز وراه بحال سوبرمان، شد القراعي بجوج وجا فوق واحد الطاكسي، وحده من القراعي تهرست ليه والثانيه شدها من تحت الرويده ديال الكاميو. على بونت معلم. البرهوش كان في الدار مع مو باه اللي بدا كيسعل ويكح، والطبيب كيسحب ليه غير الرواح، هنا جيف خلاها ومشى للمؤتمر. فرانك دخل على اودري وشرح ليها بلي البرهوش فيه فيروس قاتل وغيعدي يجيف وكاع المسؤولين اللي معاه في المؤتمر. عطى لجاك الترياق وطلب منها تعرف ليه في كاين هذا المؤتمر اللي غادي يطلقها. فرانك قال ليها بلي غيمشي يجيب الترياق الثاني باش اعتقها هي وجيف وكاع الناس اللي غيتعاداو، غير خرج لقى البوليس قدامه عاوتاني ضحى بهم كامل وما ينطم بعضياتهم وخرج. اودري عيطات ليه باش تحذرو، ساعه هو راسو قاصح قطع التليفون عليها وقال لها راني داخل المؤتمر دابا. فرانك صون لتاركوني وقال له يقلب في البيسي على واحد الزعيم ديال العصابه. تاركوني لقى بلي هذا الزعيم من كولومبيا وسميتو جياني وكينتمي للمنظمه ديال الدرب المنير اللي فيها غير القتله المأجورين، لقى العنوان في ميامي، ولكن البوليس عاقب تاركوني وقطع التليفون على القرع غير دار شاف البوليس واقفين على الهيركات ديالو، زاد واحد من الطاكسي طلع معاه وتحركوا عند جياني. هنا البرهوش بدا كيبرا ولكن اودري سخفات وحتى جيف سخف وداو للسبيطار حيت الفيروس بدا كيقضي عليهم، وقرع وصل عند جياني اللي كان كيدق الترياق كامل في الجسم ديالو باش يهربوا في دمه ويبقى عنده الدواء الوحيد في العالم. فرانك وقف الطوموبيل وهجموا عليه 4 ديال جياني وبقاو كيسيروا عليهم هو مول الطاكسي، حتى شرشموا الطاكسي كامله بالقرطاس، مشاو باش يطلعوا عليها ولقاو القرع والشيفور هبطوا لك بنوا واحد القادوس، هبطوا تبعوهم من الكوان هو يخرج ليهم راس طاسه دوروه بيناتهم وكلها اشهاز، ها اللي عنده شاقور، ها اللي عنده سيف، ها اللي بالحبيبه الطويله، ولكن هذا القرع ومن لا يعرفه كيف العاده ضربه فيا وضربه فيك وخرج جوج اللي عزيز عليك وبقى كيعطي لهذا صمك حب هذا، هز واحد الطريقه ديال الحريق رقب بها لواحد الراس، اما كان غير ارى بالرعا معلم، شير عليه واحد بشاقور خواليها جات في واحد الجعبه طارت من بلاصتها، هزها وكمل ليا تخلط في البشري، ها اللي كيعطيه للراس، ها اللي كيعطيه لعظم الطيو، كله فين كيضربو. منين الدام كاملين عاد خرج لوين من الطاكسي، قال ليه وجد الطوموبيل وتسناني حتى نخلط عليك، ملي وصل جياني لقاه سالات الترياق كامل وقال ليه بكل وقاحه تعطلت يا قرع، دابا الدوا راه في دمي وانا هو العلاج الوحيد اللي كاين. جياني قال ليه بلي راه معجب بجهده ولكن راه فاد الفوت، وفرانك سولو علاش كدير هاد الحاله كامله في دري صغير، جابو جياني بلي الخدمه هي هادي واللي خلص كسر هو الشيف ديالي، وتجار الكوكايين خلصوه باش يتهناو من اصحاب القانون ويخدموا في راحتهم. المسلوطه نزلت بالكابوسات وخلات جياني يحترق في الهليكوبتر، فرانك تضارب مع المسلوطه حتى صفاها ليها وهبط للكراج وركب احسن طوموبيل عند جياني وتبع الطياره اللي بدات كتقلع. فرانك بان في التلفازه كيطير بالطوموبيل وتاركوني شافوه وتصدم. جياني وصلت الطياره اللي غتدي لكولومبيا ولكن فرانك بين فيه الحق عليه ودخل فيها من جهه الرويده
جديدة في مشهد خيالي. فرانك طلع للطيارة ولقى راسو قدام جياني، وجياني جبد الكابوس ديالو وتيرا في القرع، خوالها وهي تجي في البيلوت. الطيارة تمت غادية لقبرهم، بداو كيضربوا، الطيارة نايضة فيها قلبالها في السما، طاحوا بجوج بالطيارة وسط الماء. فرانك بقى كيعوم ويقلب على جياني، بغا يبقى حي حيت الدواء كاين في دمه، لقاه غارق وجبدو طلعوا للسطح. تما لقاو الامارين محاصرينهم، قبضوا على جياني باش يعصروا منه التيرياق. من بعد هاد المصائب هادي كنشوفو فرانك مشى للسبيطار، هز الورد باش يشوف اودري، ولكن ملي شاف العائلة كاملة مجموعين وفرحانين ما بغاش يبرزطهم، ورجع بحالاتو. وصل تاركوني للمطار وقال لها هكا تكون العطلة والا فالة، ولكن اللي دار راسو في النخالة كينقبوا الدجاج. وجا تليفون لمهمة جديدة، وهذاك اعلان الجزء الثالث ديال راستازا. حتى لهنا غادي نكونوا وصلنا نهاية الجزء الثاني من القصة ديالنا. الى عجبك المحتوى كنتمنى تدعمني بلايك واشتراك، ودوزوا عندي الفيسبوك وانستغرام، وتسنوا الجزء الثالث ديال راستاسا. ونشوفكم في الفيديو الجاي، وتهلاو.